دايما النجاح مش ضربة حظ. في 7 نصايح تغير حياتك قبل ما تضيع وقتك. لو عمرك بين 15 و30 سنة فانت في اخطر مرحلة في حياتك، المرحلة اللي بتحدد مستقبلك. ناس بتنجح وناس بتضيع، وده مش حظ، ده وعي. خليني اقول لك على 7 حاجات لازم تعرفها دلوقتي. واهم شيء النصيحة الاخيرة قبل ما يفوت الاوان. طبعًا قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلّي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل مفيد. وهنا إحنا هنتكلم عن الوعي الذاتي وتطوير النفس للشباب. وقتك هو كنزك، كل دقيقة بتعدي وأنت مش عارف بتعمل إيه هي دقيقة بتوصّلك للندم. لو مش بتستثمر وقتك في تعلم مهنة أو شغل أو رياضة أو حتى راحة مفيدة، فكر تاني. ابدأ دايما بتنظيم وقتك يوميا، حط جدول بسيط حتى لو 3 مهام بس كل يوم. يا صاحبي السوشيال ميديا مش حياتك كلها، ما تقارنش نفسك بصور وفيديوهات ناس ممكن يكونوا بيمثلوا. ركز دايما على تطوير نفسك مش على اللايكات والكومنتات والشيرات. فعايز اقول لك خد لك بريك 3 ايام من السوشيال ميديا كل شهر وراجع نفسك. وتالت حاجة اتعلم مهارة تديك قيمة. الدنيا دلوقتي ما بقتش شهادات وبس، المهارات هي اللي بتفتح لك ابواب الشغل والنجاح. نصيحة: اتعلم مهارة مطلوبة اونلاين، تصميم، برمجة، مونتاج، لغة، تسويق، الاخ. لو انت مكمل معانا لنهاية الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتعمل اشتراك. طبعا هدف تقرا اصحابك بعناية. انت متوسط اقرب 5 اشخاص ليك، لو حواليك ناس سلبية مش هتعرف تكمل. هنا نصيحة: تقضي وقتك مع ناس طموحة بتساعدك تطور حتى لو على السوشيال ميديا. خامس حاجة ابدأ وانت صغير وما تنساش الكمال، تستناش الفرصة تيجي، اصلحها انت دايما. ابدأ مكانك بامكانياتك وطور في السكة. ابدأ قناتك، مشروعك او حتى صفحة، اللي بيبدأ هو اللي بيوصل. نفسك في مشروع ابدأ فيه واحدة واحدة هتوصل وهتحقق حلمك. 6 اهتم بصحتك النفسية، لو دماغك تعبانة والله ما هتعرف تعمل حاجة. الوعي النفسي مش رفاهية، ده أساس. فما تشغلش انت دماغك بكلام الناس واسلوبه معاك. خليك دايما مهتم بصحتك وتركز على الحلم بتاعك. وهنا بقول لك نصيحة: ما تخافش تطلب مساعدة لو حاسس انك مضغوط او مكتئب. اعرف انت مين ورايح فين. من غير هدف واضح انت دايما دماغك تايهة. اسأل نفسك دايما انا عايز اوصل لايه. اعمل لنفسك تخطيط لاجل انك لما توصل لحلمك، وخليك دايما ببال واحد افضل ما تكون بكذا بال. اكتب هدفك الاساسي في الحياة وحاول تربط كل خطوة بتجربك منه. في نهاية الفيديو احب اقول لك الشباب مش بس عمر، الشباب قرار. قرر النهارده تبدأ من جديد حتى لو الدنيا كانت ضدك، لانك تستاهل تعيش حياة احسن، بس لازم تبدأ.